وكما سبق أن ذكرناهما وهي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال أن هذا الحديث غير معمول به، وذكرنا أنه معمول به في أحوال معينة وعمل به بعض التابعين وبعض أهل العلم وهو الصحيح. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل شارب الخمر في الرابعة، وقلنا أن هذا الحديث منسوخ وأنه مردود بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يقتل شارب الخمر بل أقام عليه حد الجلد، والله تعالى أعلم. ثم أن ابن رجب رد على أبي عيسى الترمذي في هذا، محمد بن عيسى بن ثورة، قال أن هناك من الأحاديث في الجامع قد نص بعض أهل العلم على أنها غير معمول به، وليس فقط الحديثين اللذين ذكرهما الترمذي فقط. وذكرنا بعض هذه الأحاديث ووقفنا عند حديث قال قال ابن رجب ومنها حديث توريث المولى من أسفل، أخرجه الترمذي. عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا، ما كانش ليه وارث إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. هذا الحديث قال أبو عيسى فيه، أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه، هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أو عصبة كما هو في الجامع، معلوش أي وارث، إن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين وليس يتركه لعبده الذي اعتقه. فهذا مخالف لواقع عمل المسلمين. طيب، هذا إذا سلمنا بصحته. عندما نقول أن الحديث غير معمول به، فهذا في حالة إذا كان الحديث صحيح. أما إذا كان الحديث غير صحيح فليس هناك مجال لأن يرد به على الترمذي ويقال له أن هذا الحديث أيضا غير معمول به. فهذا الحديث رواه عمرو بن دينار عن عوسجة هذا قال النسائي ليس بالمشهور ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو بن دينار. وقال البخاري لم يصح حديثه، ذكر ذلك في ضعفاء العقيلي. وقال العقيلي لا يتابع عليه، وقال الذهبي مجهول. فإذن هذا الحديث مداره على واحد لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحكم الخطير، واحد ليس مشهور من أهل العلم، وفي الوقت نفسه حكم بجهالته بعض أهل العلم المعتبرين، فضلا على أن البخاري قد حكم بعدم صحة هذا الحديث. فالأصل أن الرجل إذا مات وليس له ورثة أن يذهب ميراثه إلى بيت مال المسلمين. ثم انتقل بعد ذلك إلى حديث الرضاع، فقال حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات. قال أن هذا الحديث غير معمول به. طب إيه السبب؟
ننظر في هذا الحديث. هذا الحديث رواه حماد بن سلمة. خلوا طلبة العلم خليكم معايا. هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. رواه حماد بن سلمة عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. ودي راوية أكثرت في الرواية عن السيدة عائشة، كانت كثيرة الرواية للأحاديث عن السيدة عائشة. فرواه حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة. هذا الإسناد عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عمرة عن عائشة إسناد ليس له وجود في الكتب الستة إلا في هذا الحديث عند ابن ماجه فقط. ولذلك قال المزي في الأطراف قال وهو وهم، هذا الإسناد بهذا الترتيب هو وهم. طيب الخطأ منين؟ الخطأ من حماد بن سلمة الراوي عن عبد الرحمن بن القاسم، كان له أوهام وتغير لما كبر، ثم تأكد هذا الخطأ أن معاصري حماد بن سلمة اللي كانوا معاه في نفس الفصل في الدراسة كأمثال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، رووا هذا الحديث بإسناد آخر وبمتن آخر عند الإمام مسلم. فرواه الإمام مالك ومحمد بن إسحاق من طريق عبد الله ابن أبي بكر، من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخن ب5، مش زي حديث حماد بن سلمة أنه لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 بالتخيير. لا، الأول نزل أن الذي يحرم من الرضاعة هو إرضاع الطفل 10 رضعات، ثم نسخن ب5 رضعات، واستقر الحال على هذا. طيب لما ننظر في الإسناد هنجد أن أنه إسناد مدني، رواه المدنيون فقالوا عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن عمرو كان قاضيا في المدينة وكان ثقة وكان سبتا مدنيا، كذلك أبوه. جده كان له رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يروي عنه، إنما روى عن الصحابة. فقدم أهل العلم هذا الحديث على حديث حماد بن سلمة، وجعلوا حديث حماد بن سلمة وهما أخطأ فيه حماد بن سلمة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذا الحديث الذي يرد به ابن رجب على الترمذي ليس له مجال ولا نسلم له بذلك. تفضل اقرأ يا شيخ معذرة. حديث طلاق الثلاث. ومنها حديث سلمة بن المحبق في من وقع على جارية امرأته، ومنها حديث الذي تزوج امرأة فرجها
وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وحديث أن التحلى برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، وقد حكي عن عروة القول به، وحديث الوداع في السعي بين الصفا والمروة، وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرى وهو خطأ ظاهر، كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة القائمة فالقول ما قال البائع أو يترادا البيع. قال ابن المنذر ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي، وكحديث ابن عباس في يد المكاتب. قال الخطابي لم يذهب إليه أحد سوى البخاري، وقد روي في ذلك شيء عن علي. وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان، وعلى ترك العمل بحديث تحريم متاع الغالب إلا عن مكروه. والطحاوي من أكثر الناس يعمل بترك العمل بحديث كثيرا، وعامة هذه المحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتتبعها من مواضعها من الكتاب. وقد ذكر ابن الدكر الثوري ما روي عن عمر قال من لم يدرك الصلاة بجمع عن إمامها فعجله، فقال الثوري قد جاءت أحاديث يؤخذ بها. وسنذكر هذا المعنى المستوفى عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى. حسبك. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ أحمد هي الأحاديث التي تتبع بها ابن رجب الحنبلي الإمام الترمذي في أنها قد قال أهل العلم عنها أنها لا يعمل بها، بعض أهل العلم. طيب، نبدأ بحديث الطلاق الثلاث جمع. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. كان حكم الرجل اللي بيقول لمراته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها تحسب طلقة. هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم بعد ذلك لما انتشر هذا اللفظ بين المسلمين أمضاه عمر عليهم، قال يحسب ثلاث. وعمل بهذا الأمر المذاهب الأربعة وغيرهم، ولكن حمله أهل العلم على أمرين: إرادة التأكيد أو الاستئناف. قالوا معنى إرادة التأكيد أن يقول الرجل أنت طالق ثم يؤكد كلامه أنت طالق أنت طالق. وأما معنى الاستئناف فأنه يحدث طلاقا جديدا، أنت طالق دي واحدة ثم ينوي أن يطلقها مرة ثانية أنت طالق، ثم ينوي أن يطلقها مرة ثالثة أنت طالق. فقال أهل العلم أنه إذا لم ينوي
لا التأكيد ولا الاستئناف، حمل على التأكيد لانتشاره بين الناس. غالب الناس لما يجي يقول هذه العبارة يريد بها أن يؤكد طلاقه، ولا يريد الاستئناف ولا يخطر بباله الاستئناف، ولذلك حملوه على أنه يقع طلقة واحدة، إلا إذا أراد أنه يطلق 3 طلقات يستأنف في كل طلقة، يريد أنه إحداث طلقة جديدة، فحين ذاك ينفذ عليه الطلاق 3، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لحديث الطلاق 3 جمع. ففي تفصيل، أهل العلم حملوا إنفاذ عمر رضي الله عنه وقوع الطلاق 3 على أنه كثر بين الناس إرادة الاستئناف، إرادة تأكيد، إرادة إحداث طلاق جديد، وانتشر بين الناس، أو أنهم حملوه تعزيرا، أراد أن يؤدب الأمة حيث أنه خليفة راشد، والخليفة الراشد أمرنا باتباعه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ليس أنه خالف سنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لعمر أن يفعل ذلك. فالخليفة وحاكم المسلمين له أن يبحث في مصلحة الأمة ويرى الأصلح لها، إما أنه أراد التأديب والتعزير حتى يقطع دابر هذه اللفظة من في المسلمين، وإما أنه أراد من ينوي الاستئناف حيث أنه انتشر بين هذا الواقع. فلكل واقع فتوى، لكل واقع فتوى وليس حكم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، الحديث الذي بعده يقول: حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها 3 أيام. الحديث ده رواه أسد بن موسى، سمى أسد السنة أو لقب بأسد السنة، قال: حدثنا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جوزها جعفر بن أبي طالب مات في غزوة إيش؟ مؤتة. لما أصيب جعفر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ تسكني 3، ما تغدريش مسكنك 3 أيام، ثم اصنعي ما شئت. طبعا هذا الحديث مخالف للمتواتر. الله عز وجل يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. سورة البقرة. يعني سورة البقرة النص القرآني حدد عدة المتوفى عنها زوجها ب4 شهور و10. فدي أول حاجة خالف فيها هذا الحديث النص القرآني المتواتر. أمر ثاني أنه من رواية أسد بن موسى، وهو وإن كان صدوقا إلا أنه كان له أوهام، يعني ما كانش ضابط للحديث، ما كانش ضابط للحديث، ما بيضبطش الحديث، مش حافظه كويس. وفي الحكم بن عتيبة ربما دلس،
الأسد بن موسى قال الحافظ فيه صدوق يغرب وفيه نصب، روى أحاديث مناكير. ومن هذا وكذلك محمد بن طلحة بن مصرف صدوق له أوهام، ومسلسل بأصحاب الأوهام، وتأكدنا أن هذا الحديث من أوهامهم بمقارنته بالنص المتواتر القرآني. واضح يا اخوانا؟ طيب، يبقى لا يصح ان احنا نستدل بهذا الحديث ونستدرك ونتتبع الترمذي ونقول له لا هناك احاديث اخرى لا يعمل بها. لا، ده حديث غير صحيح، حديث منكر، خالف نصا قرآنيا صريحا واضحا، حدد في هذا النص الله عز وجل عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر والأيام. طيب، كذلك يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ومنها حديث سلمة بن المحبق في من وقع على جارية امرأته. الصحابي سلمة بن المحبق له حديث بخصوص الرجل إذا واقع جارية زوجته. الحديث ده رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشير. أما حديث سلمة بن المحبق فلم يشر إليه المحقق، سنذكره إن شاء الله. أما حديث النعمان بن بشير بوب الترمذي بابا فقال: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لئن كانت أحلتها له، إذا كانت زوجته قالت له هي حلال لك، لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. ثم قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر. هشيم في الحديث الأولاني رواه عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين، وفي الحديث الثاني رواه عن أبي بشر. سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين رواه عن قتادة عن حبيب بن سالم. أبي بشر رواه عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير بنحوه، كأنها متابعة لقتادة. يقول: ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلي، أو كتب به إلي، أو يعني فيه لفظان الكلام، يعني إما كتب به إلي حبيب بن سالم، وإما كتب به إلى حبيب بن سالم، كتب به إلى حبيب بن سالم. قتادة كان أكمه، أي ولد أعمى، فيحتاج في الكتابة إلى كاتب، وهذا الكاتب غير معروف هنا، فلا يعرف حال الكاتب، هل هو ثقة، هل هو ضابط، هل هو مأمون، هل هو صاحب هوى، صاحب بدعة بيدعو لبدعته أو غير ذلك. المهم أن هذه علة أخرى. قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمدا، لما يقول الترمذي سمعت محمدا فيقصد محمد بن إسماعيل البخاري شيخه، يقول: سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم. هنا بيروي عن مين؟ عن حبيب بن سالم. والبخاري وقتادة قال ما سمعتش، ما قالش سمعت،
أن قال كتب به إلي أو كتب إلى حبيب بن سالم. حبيب بن سالم إنما رواه، يعني قتادة أخذه من راو اسمه خالد ابن عرفوطة. خالد ابن عرفوطة. وأبو بشر الذي تابع قتادة رواه أيضا عن حبيب بن سالم، أيضا لم يسمعه من حبيب بن سالم، إنما أخذه من واحد اسمه خالد ابن عرفوطة. هذا الخالد حكم أهل العلم بجهالته، قالوا أنه هو مجهول. فإن الحديث حديث النعمان بن بشير الصحيح فيه أن مداره على مجهول، وحديث المجهول أقل أحواله أن يكون ضعيفا. طيب، وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجل. قالوا أنه محصن وقد زنى بأجنبية بالنسبة إليه فعليه الرجل. خلوا بالكم، ما فيش نص في المسألة عندهم فاجتهدوا. قال علي وابن عمر أن عليه الرجل، وقال ابن مسعود ليس عليه حد لكن يعذره الإمام. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد رحمه الله وقرينه إسحاق بن راهويه، أحمد كان يتبع الأثر، إذا لم يوجد في المسألة خبر يأخذ ولو بمثل هذه الأحاديث التي مدارها على راو واحد. يقول هذا من يحيل على الراوي، يحيل على الراوي، فإذا لم يجد في المسألة نصا أحال على قول صحابي أو قول تابعي أو قول أحد من أهل العلم كمالك وسفيان الثوري وغيرهم. طيب، هنشوف هذا الحديث في العلل الكبير للترمذي ماذا قال فيه أهل العلم. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال أنا أتقي هذا الحديث، إنما رواه قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. قال محمد أيضا محمد بن إسماعيل البخاري ويروى عن قتادة أنه قال كتب به إلي حبيب بن سالم. ثم ذكر بعد ذلك في علله الكبير حديث سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية امرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سلمة بن المحبق قال أن هذه الحادثة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس النعمان بن بشير. فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله، إن أكرهها على هذا الفعل فهي تعتق وهو يعتقها من ماله، يدفع ثمنها إلى مالكتها وهي زوجته، وعليه شراؤها بعد ذلك، عليه شراؤها لسيدتها. وإن كانت طاوعته فهي له ومثلها من ماله لسيدتها، يملكها ويدفع ثمنها لإيه؟ لسيدتها. قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال رواه الفضل بن دلهم ومنصور بن زازان وسلام بن مسكين عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق، وهو أصح من حديث قتادة اللي هو بتاع النعمان بن بشير. وأصح هنا مش معناها ان هو ايه صحيح، ولكنه أقل ضعفا. ليه؟
قبيصة بن حريث الراوي عن سلمة بن المحبق قال البخاري فيه نظر. قول البخاري في راو فيه نظر هذا من ألفاظ الجرح الشديد عند البخاري. وثم أن ابن القطان الفاسي جهل هذا الراوي وقال النسائي لا يصح حديث. أظن جهله ابن القطان يحيى بن سعيد القطان وليس ابن القطان الفاسي. وقال النسائي لا يصح حديثه. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة قبيصة بن حريث. طيب الحديث الذي بعده حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وقال الولد عبد. لكن قال الخطابي لا أعلم أحدا قال باسترقاق ولد الزنا. قال الخطابي أحد علماء الأمة قال لا أعلم أحدا من أهل العلم حكم على أن ولد الزنا يصير عبدا يسترق. الحديث فيه عنعنة بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كان متهما بالتدليس، ثم أنه اختلف في إسناده وفي من أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحابي أم تابعي؟ ورواه العديد من التابعين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. يعني الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، وهو قول التابعي الجيل الذي أتى بعد الصحابة. قول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا مرسلا عند أهل الاصطلاح. وأحيانا أهل العلم يطلقون على كل حديث منقطع، سواء القطع في وسطه أو في أوله كالمعلق أو في قول التابعي يقول عنه وهذا مرسل. إنما بالنسبة لهذا الحديث الصحيح أنه من مراسيل التابعين، فهو حديث ضعيف، ولذلك ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف الترمذي وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى. طيب الحديث الذي بعده يقول ابن رجب الحنبلي: ومنها من هذه الأحاديث التي لم يعمل بها أحاديث متعددة في الحج، مثل حديث النهي عن التمتع. من المعلوم أن الله عز وجل ذكر التمتع في القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. آية صريحة نص فيها القرآن على التمتع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو استقبلته من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي ولا أحللت كما أحل الصحابة
الذين لم يسوقوا الهدي. في 3 أحوال للحاج: القارن والمفرد والمتمتع. حمل بعض المحققين، وهو الصواب إن شاء الله، الأصل في الحج على التمتع، وقالوا بوجود التمتع لمن لم يسق الهدي. يعني لما تروح تحج إن شاء الله ربنا يكتب لنا جميعا حج بيته، الأصل أنك تعتمر أولا، ثم تحل من عمرتك وتقصر شعرك وتلبس ثيابك وتحل الحل كله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا في الجاهلية يحرمون التمتع مع الحج، محرم أيام الجاهلية. فلما أجاز لهم النبي، بل أمرهم أن يحلوا ويتمتعوا، فقالوا: أي الحل؟ ماذا تقصد بالحل؟ قال: الحل كله. استغربوا، بل قال بعضهم: أتمتع أو يعرس الرجل بامرأته في الأراك يستتر بها ويقضي منها حاجته وتقطر مذاكيرنا ونذهب إلى التروية؟ كيف هذا؟ استغربوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وغضبه صلى الله عليه وسلم دليل على وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، علشان الناس اللي بتروح تحج وتنوي الإفراد علشان تفر من الهدي، يقول لك عشان ما تكلفش هدي اروح رايح بنية الإفراد، وبعدين اخلص الحج، وبعد ما اخلص الحج اعتمر من التنعيم اول الحل بعد مكة، اعتمر، يبقى انا جمعت بين الحج والعمرة مثل المتمتع ومثل القارئ. تحايل وخداع. ولذلك قال ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، قال: إنما يتقبل الله من المتقين وليس البخلاء والخداعين. فالمفروض انت تروح تحج تروح بنية خالصة. طيب افرض انت بقى وصلت يوم التروية ليوم 8 ذو الحجة، مفيش مجال للاحتمال، لابد ان تذهب الى منى وتصنع ما يصنعه الحاج، فليس امامك الا الافراد. هذا لابد ان له هذه ضرورة، مفيش وقت مجال او فسحة او رخصة او مخرج شرعي في حالة اذا ضاق الوقت واقتصر على وضاق عن الجمع بين العبادتين. خلاص قربت. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه أنهم نهوا عن المتعة في الحج. ليس معنى ذلك أنهم لا يعلمون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما كما يقول أهل العلم رأوا أن المصلحة في هذا الوقت هو الإفراد أو القران، لأن هناك من الصحابة من خالفوهم كعلي رضي الله عنه وغيره من أهل العلم. يقول: سمعت عمر يقول: والله إنني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله. هو يعلم الآية ويعلم الحديث رضي الله عنه،
ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلت أمامه وأقرها صلى الله عليه وسلم متعة. يبقى عارف الإيه؟ عارف النص القرآني وعارف السنة، يعني العمرة في الحج. فهنا يحمل نهيه على المصلحة أو نهي التنزيه وليس نهي التحريم، لأن الإمام يا أخوانا في هذا الزمن الطيب كان يتحمل كل شؤون المسلمين، يتدخل في كل شيء، يبحث لهم عن أفضل الأشياء في هذا الوقت. وكان على رأس الحج الإمام بيبقى هو رئيس وفد الحج، ما بيبعتش وزير أوقاف ولا واحد عاوز يعمل سبوبة ولا أي حاجة، لا، بيبقى هو الإمام في المسجد والإمام في الحج والإمام في الحرب والإمام في الاقتصاد، الإمام في كل شيء، لأنها عبادة. هو لا يستطيع أن يتخلف عن هذه العبادات التي كان يظن أنها من اختصاص الحاكم المسلم، ألا يدع شاردة ولا واردة تخص المسلمين إلا وكان مشرفا عليها وناظرا في حجيتها وناظرا في فائدتها وللمسلمين. فلعل حمل أهل العلم هذا النهي من عمر رضي الله عنه من عثمان على أنه نهي تنزيه لا تحريم، لأنهما كان يرى أن الإفراد أصلح وأفضل للرعية في هذا الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. الساعة كم دلوقتي؟ 9:30. طيب، حديث. نعم. نعم. تذكرت الحديث الاتباع عند الصفا والمروة عند السعي. ايوه، احنا مر بنا هنا ولا لا؟ اللي جاي اللي هو حديث ان المعتمر اذا مسح الركن حل. يقول المحقق اخرجه البخاري من رواية أسماء رضي الله عنها، وفيه فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا. وأخرجه مسلم من حديث محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة ابن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك قال بئس ما قال. لأن المعلوم أن الرجل اللي بيحج لما يجي يعتمر قبل حجه أنه هو بيطوف بالبيت، والطواف بالبيت فيه تقبيل الحجر أو تمسه أو تشير إليه، ومسح الركن اليماني إن استطعت، فإن لم تستطع فليس عليك حرج، المهم أنك تطوف. وبعد ذلك هناك السعي بين الصفا والمروة، فلا تكتمل العمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. فيقول هنا أن النبي السيدة عائشة تقول إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، إلى أن قال: ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وقد رأيت أمي وخالاتي. هذا الكلام اختلط على الراوي القران بالتمتع. المفروض في القران ان انت بتسعى سعيا واحدا للاثنين، وفي التمتع بتسعى مرة للعمرة وبتسعى مرة أخرى للحج. فالمعتمر عند بعض أهل العلم في حالة القران بيطوف بالبيت، وبعد ما يطوف بيستمر في إحرامه حتى يأتي يوم التروية، ثم يقضي حجه، ثم يذهب إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع، ثم ينتهي حجه. يقول: المراد بمسح الركن الطواف، لأن من تمام الطواف استلام الحجر الأسود الذي هو الركن. يقول حديث أيضا، حديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، وقد حكي عن عروة القول به. طيب، القصة إن روى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها في حديث طويل، لفظه: كانت ليلتي، تقول أم سلمة: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليلة اللي هي من حقها أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الليلة دي ليلة مساء يوم النحر، يوم العيد، يعني ليلة يوم العيد. فصار إلي، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي، تقول: فدخل علي وهب ابن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، لابسين القمص، القمصان دي ما تتلبس في الحج إلا بعد أن يحل المحرم. ففوجئت ان هم داخلين لابسين هذه القمصان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت؟ هل تفضى طواف الإفاضة؟ المفروض الواحد بيرمي الجمرة وبعدين يروح يطوف بالبيت طواف الإفاضة ثم يحل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أفضت؟ أبا عبد الله قال: لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص، اقلع القميص. قال: فنزعه من رأسه، راح نزعه من رأسه. هذا يرد إن صح على من قال أنه لابد ألا يعلو الرأس شيء في حالة الإحرام. ولذلك بعض الغلاة كالشيعة، شيعة إيران مثلا، تجدونهم في الحج الأتوبيسات بتاعتهم منزوعة السقف. قالوا لا يجوز في الإحرام أن يعلو الرأس شيء. تجد حجاج إيران بالذات والشيعة لا يركبون يعني وسائل نقل لها سقف، وهذا من الغلو. قال الشراح لهذا الحديث أن هذا دليل على أنه يجوز أن يعلو الرأس شيء غير متعمد، بحيث مش يكون غير ملاصق للرأس كالقلنسوة أو العمام.
ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: ولما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء. يعني الرمي يحل كل شيء إلا النساء، ليس الحل كله. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا، إذا المغرب يعني أذنت أو حان وقتها قبل أن تطوفوا طواف الإفاضة، صرتم حراما مرة ثانية، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. هذا الأمر يسلم به لو كان الحديث صحيحا. طب ايه اللي في الحديث؟ هذا الحديث تفرد به ابن ابي عدي، ويكلم المصوراتي يقول له صورني في عرفه، ويعمل ايديه كده، والمصور ايه يصوره عشان ياخدها يحطها ايه في الصالون لما يروح البلد. واخد بالك؟ الطباع ده لا يجوز الصلاة به. يعني تجد كثير من الناس عندما يصلي وهو مطبع. كثير من الحجاج يصلون وهم مطبعون، يعني كاشفا لكتفه الأيمن. وابن عمر يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء ليس على عاتقه شيء. فلا بد ان انت لما تيجي تصلي ما تصليش بكتاف حمالات، تحط فوطه ولا حاجه على كتفك وتصلي. لا يجوز اظهار الكتف في الصلاه. فهنا الحديث والاصل ان الطباع ده في الطواف بالكعبه. فجاء ابن رجب وقال ان بيرد على الترمذي بيقول له: حديث الاطباع في السعي بين الصفا والمروه لم يعمل به. طب ما هو حديث منكر. ازاي حديث منكر؟ يعني عمر ما الناس منذ تشريع الحج انهم كانوا يضبعون في السعي بين الصفا والمروه. يعني ما فيش نص شرعي يدل على هذا الفعل. فجاء حديث الذي ذكره ابن رجب في سنده. هنشوف الأول لفظه. يقول: أخرجه أحمد عن ابن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني. ورواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف البيت وهو مطبع ببرد له حضرمي. يعني مرة قال وهو بيسعى، ومرة قال وهو بيطوف بالبيت. طيب نبص للحديث الذي فيه السعي بين الصفا والمروة. في سنده عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث. عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث. وفيه أيضا عن عانة بن جريج وهو مدلس، كان شديد التدليس. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عبد الملك بن العزيز ابن جريج، مش عبد الملك بن العزيز آل سعود، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله. كان إماما من أئمة الحديث وهو مدلس. فيه جهالة أيضا يعلى ابن أمية، وقد خالف الثوري إمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد بن مسروق. الثوري خالف هذا المتروك فرواه عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه، وفيه الاطباع في الطواف بالبيت. يعني رواه على الوجه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
وهو مطبع، طاف بالبيت وهو مطبع، فجعل الطواف بالبيت والمتروك جعله في السعي بين الصفا والمروة. طيب، وفيه كلام آخر احنا ان شاء الله بإذن الله نكتفي بهذا، لأن الحديث اللي جاي عاوز كلام كتير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.